تخيل أن تستيقظ كل ليلة أكثر من مرة فقط لتذهب إلى الحمام، وتتكرر الدائرة نفسها ليلة بعد أخرى، حتى يصبح الإرهاق جزءاً من يومك وقلة النوم أمراً معتاداً، وكأن جسدك لم يعد يعرف معنى الراحة. المثير للصدمة أن كثيرين يعتقدون أن التبول الليلي قدر محتوم مع التقدم في العمر، بينما تؤكد الأبحاث الطبية الحديثة أن هذا الاعتقاد غير دقيق بل ومضلل في أحيان كثيرة. أنا دكتور مارك بيرغ، متخصص في التغذية العلاجية والصحة الجنسية، وخلال سنوات عملي السريري لاحظت أن مشكلة التبول الليلي لا تتعلق فقط بالمثانة، بل ترتبط ارتباطا مباشرا بوظائف الكلى وتوازن الأملاح وتنظيم الهرمونات داخل الجسم. الأخطر من ذلك أن تجاهل هذه الإشارات قد يكون إنذاراً مبكراً لإجهاد الكلى واضطراب النوم العميق وتراجع الطاقة الجنسية مع الوقت. في هذا الفيديو سوف أكشف لك وصفة علمية بسيطة مكونة من 3 عناصر غذائية مدروسة أثبتت الدراسات قدرتها على دعم الكلى وتهدئة المثانة وتقليل التبول الليلي بشكل ملحوظ عند فئات واسعة من كبار السن. ليست وصفة شعبية ولا تجربة عشوائية، بل مزيج مدروس يعتمد على أسس علمية واضحة في التغذية العلاجية. إذا كنت تعاني من الاستيقاظ الليلي المتكرر أو تعرف شخصاً يمر بهذه المعاناة، فهذا الفيديو قد يغير نظرته تماماً لما يحدث داخل جسده. قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلك كل جديد من النصائح الصحية الموثوقة، واكتب لنا في التعليقات من أي بلد تشاهدنا، فمشاركتك تساعدنا على تقديم محتوى يناسب احتياجاتك الصحية بشكل أدق. التبول الليلي المتكرر ليس مجرد إزعاج عابر يقطع النوم، بل هو حالة صحية لها تأثيرات عميقة ومتراكمة على الجسد والعقل معاً. عندما يستيقظ الإنسان عدة مرات أثناء الليل للذهاب إلى الحمام، يفقد الجسم قدرته على الدخول في مراحل النوم العميق المسؤولة عن ترميم الخلايا وتنظيم الهرمونات واستعادة النشاط العصبي. ومع تكرار هذا الاضطراب ليلة بعد أخرى، يتحول الإرهاق من حالة مؤقتة إلى أسلوب حياة مرهق ينعكس على كل تفاصيل اليوم. قلة النوم الناتجة عن التبول الليلي تؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر والقلق، لأن الدماغ لا يحصل على الراحة الكافية لإعادة ضبط الجهاز العصبي. ومع الوقت يضعف التركيز وتتباطأ سرعة رد الفعل، ويزداد الشعور بالتشتت الذهني، وهو ما يرفع احتمالية السقوط أو الحوادث خصوصاً لدى كبار السن. كما أن الحرمان من النوم العميق يؤثر سلباً على الذاكرة قصيرة المدى وعلى القدرة على اتخاذ القرارات البسيطة خلال النهار. كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للتبول الليلي المتكرر، ليس بسبب العمر فقط، بل نتيجة مجموعة من التغيرات الفسيولوجية الطبيعية. مع التقدم في السن تقل كفاءة الكلى في تركيز البول أثناء الليل، كما يحدث خلل تدريجي في الهرمون المضاد لإدرار البول، وهو الهرمون المسؤول عن تقليل إنتاج البول خلال النوم. هذا الخلل يجعل الجسم يستمر في إنتاج البول بمعدلات مرتفعة حتى في ساعات الراحة، مما يفرض الاستيقاظ المتكرر. إضافة إلى ذلك، ضعف عضلات المثانة وقاع الحوض يزيد من حساسية المثانة، فتصل إشارات الامتلاء إلى الدماغ بشكل مبكر حتى لو لم تكن المثانة ممتلئة فعلياً. هذا التداخل بين ضعف الكلى وتغير الإشارات العصبية يجعل المشكلة مركبة، وليست مجرد شرب سوائل قبل النوم كما يظن البعض. التحكم في التبول الليلي لا يعني فقط نوماً أفضل، بل يمثل خطوة وقائية مهمة لحماية الكلى على المدى الطويل. النوم الجيد يسمح للجسم بتنظيم ضغط الدم وضبط توازن الأملاح وتقليل الالتهاب الداخلي، وهي عوامل أساسية لصحة الكلى والمثانة. عندما يتحسن النوم، يتحسن مستوى الطاقة وتستقر الحالة المزاجية، ويستعيد الجسم قدرته الطبيعية على التعافي. لذلك، التعامل مع التبول الليلي بوعي علمي هو استثمار مباشر في صحة الكلى وجودة الحياة، وليس مجرد بحث عن راحة مؤقتة. ثانياً، المكونات الثلاثة للمشروب الفعال.
يعتمد هذا المشروب على 3 مكونات طبيعية مدروسة، لكل منها دور علمي واضح في دعم صحة الكلى والمثانة. وعندما تعمل هذه المكونات معا، ينتج تأثير متكامل ينعكس بشكل مباشر على تقليل التبول الليلي وتحسين وظائف الجهاز البولي. قوة هذا المشروب لا تكمن في غرابة مكوناته، بل في بساطتها ودقة اختيارها بناء على خصائص فسيولوجية مثبتة. المكون الأول هو الكركم، وهو من أقوى المضادات الطبيعية للالتهابات التي درستها الأبحاث الطبية الحديثة. المادة الفعالة في الكركم المعروفة بالكركمين تلعب دورا مهما في تقليل الالتهاب الصامت داخل الجسم، خصوصا الالتهابات الدقيقة التي تصيب الكلى والمجاري البولية دون أعراض حادة واضحة. عندما تقل هذه الالتهابات، تتحسن قدرة الكلى على الترشيح، ويصبح تدفق الدم إلى الأنسجة الكلوية أكثر كفاءة، مما يساعد على تنظيم إنتاج البول، خاصة خلال ساعات الليل. كما أن تحسين الدورة الدموية يعني دعماً أفضل للخلايا الكلوية، وهو عامل أساسي للحفاظ على وظائف الكلى مع التقدم في العمر. المكون الثاني هو الزنجبيل الطازج، وهو عنصر معروف بتأثيره القوي على الدورة الدموية والجهاز الهضمي في آن واحد. الزنجبيل يساعد الجسم على التخلص من السوائل المحتبسة بشكل متوازن دون إجهاد الكلى أو التسبب في فقدان مفاجئ للأملاح. احتباس السوائل خلال النهار يؤدي غالباً إلى إعادة توزيعها أثناء النوم، وهو ما يرفع الحاجة للتبول ليلاً. عندما يقل هذا الاحتباس، يقل الضغط على المثانة، وتصبح إشارات الامتلاء أكثر دقة. إضافة إلى ذلك، تحسين الهضم يقلل من الضغط الداخلي في منطقة البطن، وهو ضغط قد يؤثر بشكل غير مباشر على المثانة ويزيد من الشعور بالحاجة للتبول. المكون الثالث هو عصير الليمون الطازج، وهو مدر طبيعي للبول، لكن بطريقة ذكية ومتوازنة. الليمون يساعد على تحفيز الكلى على التخلص من الفضلات والسموم المتراكمة دون التسبب في تهيج المثانة، كما أنه يساهم في موازنة الحموضة داخل الجسم، وهي نقطة جوهرية، لأن زيادة الحموضة قد تؤدي إلى تهيج المجاري البولية وزيادة نشاط المثانة. دعم تنظيف الكلى بشكل منتظم يساعدها على العمل بكفاءة أعلى، ويقلل من الجهد الليلي المفاجئ. تحضير هذا المشروب لا يعتمد فقط على خلط المكونات، بل يقوم على خطوات مدروسة تضمن الحفاظ على الخصائص الفعالة لكل عنصر، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للجسم، خاصة عند استخدامه لدعم صحة الكلى وتقليل التبول الليلي. الالتزام بطريقة التحضير الصحيحة يحدث فارقاً واضحاً في النتائج. أولاً، اختيار المكونات بعناية. يفضل استخدام كركم طبيعي عالي الجودة، سواء كان طازجاً أو مطحوناً بدون إضافات. الزنجبيل يجب أن يكون طازجاً وغير مجفف، لأن الزنجبيل الطازج يحتوي على تركيز أعلى من المركبات النشطة. الليمون يفضل أن يكون طازجاً ومعصوراً في نفس وقت التحضير، لأن العصير الطازج يحتفظ بخصائصه القلوية والمدرة بشكل أفضل. ثانياً، تحضير الماء. يتم استخدام كوب واحد من الماء النقي، ويفضل أن يكون مفلتر أو منخفض الأملاح. يوضع الماء على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة الغليان الخفيف دون تركه يغلي بقوة. الغليان العنيف قد يؤدي إلى تكسير بعض المركبات الحساسة للحرارة الموجودة في الكركم والزنجبيل. ثالثاً، إضافة الكركم. بعد رفع الماء من على النار مباشرة، تضاف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم أو قطعة صغيرة من الكركم الطازج المبشور. يتم التقليب جيداً حتى يذوب الكركم ويصبح لون الماء مائلاً إلى الأصفر الذهبي. هذه الخطوة تساعد على تحرير مادة الكركمين بشكل أفضل داخل السائل. رابعاً، إضافة الزنجبيل. تعاد القدر إلى نار هادئة، وتضاف شريحة رفيعة من الزنجبيل الطازج أو نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور. يترك المشروب على نار هادئة لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق، مع تقليب خفيف بين الحين والآخر. هذه المدة كافية لاستخلاص المركبات الفعالة دون فقدانها. خامساً،
التبريد وإضافة الليمون. بعد الانتهاء من التسخين يرفع المشروب من على النار ويترك ليبرد قليلاً لمدة 2 إلى 3 دقائق. بعدها يضاف عصير نصف ليمونة طازجة ويتم التقليب جيداً. من المهم عدم إضافة الليمون أثناء الغليان لأن الحرارة العالية قد تقلل من فعاليته. سادساً، التصفية وطريقة الشرب. يمكن تصفية المشروب حسب الرغبة للتخلص من بقايا الزنجبيل والكركم، ويشرب دافئاً وليس ساخناً. يفضل تناوله مرة واحدة يومياً قبل النوم ب2 إلى 3 ساعات حتى يعطي مفعوله. يتميز هذا المشروب بقيمته العلاجية المتكاملة لأنه لا يعمل على عرض واحد فقط مثل التبول الليلي، بل يدعم مجموعة من الوظائف الحيوية المرتبطة بصحة الكلى والمثانة والجهاز العصبي والهضمي. تكامل المكونات الثلاثة يجعل تأثيره تدريجياً وطبيعياً، وهو ما يميزه عن الحلول السريعة التي قد تخفي المشكلة دون معالجة جذورها. أولاً، دعم صحة الكلى وتحسين كفاءتها الوظيفية. الكركم يلعب الدور الأساسي في هذا الجانب بفضل خصائصه القوية المضادة للالتهابات. الالتهاب المزمن منخفض الدرجة داخل الكلى قد يضعف قدرتها على ترشيح الدم وتنظيم السوائل. عندما يقل هذا الالتهاب تتحسن استجابة الخلايا الكلوية، ويصبح التحكم في إنتاج البول أكثر دقة، خاصة خلال ساعات الليل. كما أن تحسين تدفق الدم إلى الكلى يساعد على تغذيتها بالأكسجين والعناصر الضرورية لأداء وظائفها بكفاءة. ثانياً، تقليل نشاط المثانة المفرط وتهدئة الإشارات العصبية. الزنجبيل يساهم في تحسين الدورة الدموية الطرفية وتنظيم الإشارات العصبية القادمة من المثانة إلى الدماغ. في حالات التبول الليلي تكون المثانة في كثير من الأحيان حساسة بشكل مبالغ فيه وترسل إشارات امتلاء مبكرة. الزنجبيل يساعد على تهدئة هذه الاستجابة العصبية، مما يقلل عدد مرات الاستيقاظ ليلاً دون التأثير سلباً على عملية التبول الطبيعية نهاراً. ثالثاً، تقليل احتباس السوائل داخل الجسم. احتباس السوائل خلال النهار يعتبر من الأسباب الخفية للتبول الليلي، حيث يعيد الجسم توزيع هذه السوائل عند الاستلقاء. الزنجبيل بالتكامل مع الليمون يساعدان الجسم على التخلص من السوائل الزائدة بشكل متوازن خلال ساعات النهار، مما يقلل الضغط المفاجئ على الكلى والمثانة أثناء النوم. رابعاً، تنظيف الكلى والمجاري البولية بشكل طبيعي. عصير الليمون الطازج يعمل كمدر طبيعي للبول، لكنه لا يرهق الكلى، بل يحفزها على التخلص من الفضلات المتراكمة والأملاح الزائدة. كما أن الليمون يساهم في موازنة الحموضة داخل الجسم، وهو عامل مهم لأن زيادة الحموضة قد تهيج المجاري البولية وتزيد من نشاط المثانة. البيئة المتوازنة تقلل من الالتهاب وتحسن راحة الجهاز البولي. لكي يحقق هذا المشروب أفضل نتائج ممكنة، يجب دعمه بمجموعة من العادات الصحية البسيطة التي تعزز عمل الكلى والمثانة، وتساعد الجسم على الاستجابة بشكل طبيعي ومتوازن. المشروب وحده عنصر مساعد، لكن نمط الحياة هو العامل الحاسم في تقليل التبول الليلي وتحسين جودة النوم على المدى الطويل. أولاً، تنظيم مواعيد شرب السوائل خلال اليوم. ينصح بتوزيع شرب الماء من الصباح وحتى فترة ما بعد العصر، مع تقليل كميات السوائل في الساعات الأخيرة قبل النوم. هذا لا يعني الامتناع عن الشرب، بل إعطاء الكلى فرصة للتعامل مع السوائل نهاراً بدلاً من إرهاقها ليلاً. ثانياً، تقليل المنبهات مساءً. المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية تحفز الكلى والمثانة على زيادة إنتاج البول. يفضل التوقف عن تناولها قبل النوم ب6 ساعات على الأقل، واستبدالها بمشروبات مهدئة خفيفة إذا لزم الأمر. ثالثاً، الاهتمام بوجبة العشاء. العشاء الثقيل أو المتأخر يزيد من الضغط على الجهاز الهضمي ويؤثر بشكل غير مباشر على المثانة. يفضل أن تكون وجبة العشاء خفيفة قليلة الأملاح، ويتم تناولها قبل النوم ب3 ساعات على الأقل.
تقليل الأملاح يساعد على تقليل احتباس السوائل داخل الجسم. رابعاً، رفع الساقين خلال النهار. كثير من كبار السن يعانون من تجمع السوائل في الساقين أثناء النهار، والتي يعاد امتصاصها عند الاستلقاء ليلاً، مما يزيد التبول الليلي. رفع الساقين لمدة 20 إلى 30 دقيقة في فترة ما بعد العصر يساعد الجسم على التخلص من هذه السوائل مبكراً. خامساً، الحفاظ على نشاط بدني خفيف. المشي اليومي لمدة 30 دقيقة يحسن الدورة الدموية ويساعد الكلى على العمل بكفاءة أفضل، كما يقلل من احتباس السوائل ويحسن جودة النوم. النشاط الخفيف المنتظم أكثر فائدة من المجهود العنيف المتقطع. سادساً، تدريب المثانة بشكل تدريجي. محاولة تأخير التبول لفترات قصيرة خلال النهار دون إجهاد يساعد على تحسين سعة المثانة وتقليل حساسيتها المفرطة. هذا التدريب يجب أن يكون تدريجياً وتحت شعور بالراحة وليس إجبارياً.